اللي بيسأل ربنا فين من كل اللي بيحصل ده؟ كل اللي بيحصل ده بإرادة الله جل جلاله وتدبيره وبحكمة ربنا سبحانه وتعالى، وكل اللي بيحصل ده تحت سلطان ربنا سبحانه وتعالى وتحت ملكوته. وبالتالي اللي بيحصل ده من تربية الله جل جلاله وتدبيره لينا، علشان يبتلي أحياء، يصطفي شهداء، يحيي قلوب ويهدي آخرين، يصحي قلوب ويصحي قضية قد تكون أو قد يكون غفل عنها الكثير. وبالتالي كل اللي بيحصل ده بإرادة ربنا، وكل تدبير ربنا سبحانه وتعالى لينا خير. وافتكروا، يصطفي شهداء، يبتلي أحياء، يحيي قلوب، يهدي آخرين، ويصحي النايمين من نومهم وسباتهم، علشان يفوقوا كده للي بيحصل، ويفوقوا لنفسهم، ويفوقوا إن في دين، وفي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لم يخلقنا عبثا، وإن في آخرة، وإن مش دي حياتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشانها، لكن وإن في رسالة لابد إنك تعملها، لابد إنك توصلها. وبالتالي اللي بيحصل ده كله تحت إرادة ربنا جل جلاله، وتحت ملكوته، وتحت سلطانه، وتحت تدبيره سبحانه وتعالى جل جلاله. فكل اللي عليك إنك تفهم الرسالة. ما فهمتهاش فهي كده مشكلة كبيرة جدا. اسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يفهمك